صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا توقيت الفيديو بتاعي. يلا بقى لو أول مرة بتشوفيني كده من بداية الفيديو وظهر لي الفيديو بتاعي قدامك، يلا حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل جديد بنزله يوصلك. وأي حاجة سهلة وبسيطة هتلاقيها عندي إن شاء الله في القناة. ومش بحب إن أنا أكلف الناس كتير لأن أنا كمان ما بحبش أكلف كتير. النهارده عملنا ايه بقى؟ عملنا كبات كيك الماربل. طريقتها سهله وبسيطه وسريعه وهتنفع جدا قوي في ايام المدارس. تاخدوها معاهم في المدرسه، يفطروا بيها الصبح، يتعشوا بيها قبل ما يناموا، وطعمها حلو جدا. يلا بقى كملي الفيديو وتعالي شوفي الطريقه انا عملتها ازاي، وكمان انا عملتها في الاير فراير. لو انتي ما عندكيش اير فراير هتحطيها في الفرن عادي، وهقولك برضو طريقه التسويه بتاعتها. كملي بقى الفيديو واشتركي في القناه وتابعيني على الفيسبوك لو انتي كمان مش متابعاني. ويلا بينا تعالي نشوف بقى الطريقه بتاعتنا. الطريقه بتاعتنا بقى انا جبت الخلاط بتاعي، تمام، وحطيت فيه بيضتين. هو ممكن يكون التصوير هنا انا ما كنتش واخده بالي مش واضح، بس اللي انا حطيته في الخلاط اول حاجه هتحطي بيضتين، هتحطي كوبايه سكر، هتحطي كوبايه ميه. مش هنعملها بلبن، لو عندك لبن حطي مفيش مشكله، بس انا حطيت كوبايه ميه. وحطيت معلقه كبيره فانيليا سايله، لازم الفانيليا سايله، والنوع ده حلو جدا في الكيكات. النوع ده حلو قوي قوي في الكيكات، هتلاقوه عند العطارين وهتلاقوه في الهايبرات اللي هي الفتح الله والحاجات دي. تمام. وحطيت كمان كوبايه الا ربع زيت. انا حطيت كوبايه ميه، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، معلقه اللهم صل على النبي، معلقه فانيليا من النوع اللي انا وريته لكم ده. لو عندك فانيليا سايله النوع التاني مفيش مشكله، بس النوع ده حلو جدا زي الكيك العادي خالص. وهضربهم في الخلاط وهديهم كمان معلقه خل. تمام. وهاخد بقى في البولة بتاعتي كوبايتين دقيق، عليها ذرة ملح، عليها كيس بيكنج باودر. تمام كده. وهحط كمان عشان هعمل بقى ايه بالشوكولاتة، فهحط بقى في الشوكولاتة في الاخر، هتشوفوا انا هعملها ازاي. بقى البولة بتاعتي وهفضي فيها كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر أو كيس بيكنج باودر كامل، وهحط ذرة الملح وانزل بقى بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط عليها، واقلبها كويس جدا بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات. تمام. بعد كده بقى لما اقلبها كويس قوي هجيب بقى الخليط ده، هفضيه بقى في اي دورق في اي حاجه ان انا اقدر اصب بيه، وهسيب منه كوبايه. هرجع الكوبايه دي تاني احطها في البوله، هتشوفوا برضو معايا. وهاخد معاها معلقتين كاكاو خام، احط عليها معلقتين كاكاو خام. ولو حبت ان هي حسيتوها تقيله ممكن تسيبي حبه من الخليط اللي انت عاملاه ده، سيبيه حبه كده احتياطي، حبه صغيرين خالص. او ممكن تزودي حبه لبن، يعني انت لو انت عاملاها باللبن هزودي حبه لبن، مش عاملاها باللبن زودي حبه ميه. لو الخليط لما تحطي عليه الكوبايه اللي انت سايباها هتحطي عليهم معلقتين الكاكاو الخام ولقيتيه تقيل شويه معاكي، يا تزودي حبه ميه وتخليه يبقى مظبوط زي الخليط الابيض، يا اما تحطي لبن، يا اما ممكن تسيبي حبه من الخليط اللي انت ضربتيه في الخلاط. تمام. انا جبت كيس ورحت مفضياه جوه الكيس، وهعمل بقى الخليط اللي هو الشوكولاته. علشان احط الابيض واروح حاطه في قلبه الشوكولاته، بتبقى طعمها حلو جدا بجد، انا مش ببطل اعملها لولادي، حلوه جدا جدا. وبجيب الكوبايات اللي انتوا هتشوفوها معايا. الكوبايات دي بجيب العشرة ب10 جنيه، او الاتناشر ب10 جنيه. الاتناشر كوباية ب10 جنيه، حلوة جدا. ولو انا طالعة يعني رايحة نادي، رايحة رحلة، لما كنت طالعة رحلة مطروح كنت عاملاها واخداها. لما بنزل بروح النادي بعملها وباخدها. لما بنروحوا تدريب بعملها وباخدها. بتبقى حلوة جدا للولاد. وبجيب الصوصات اللي هي الماجيك، الصوص او 2 جنيه ونص، بخليه معايا وقت ما هما بيجوا ياكلوها بحط لهم عليها وياكلوها على طول. طعمها بيبقى حلو جدا. انا كده اهو الخليط اللي هو البني عملته، سبت الكوبايه ورحت حاطه عليها المعلقتين، لقيتهم تقال شويه، رحت مزوده من اللي كان في الخلاط عليها. ورحت مقلباها وخلاص كده خفت شويه معايا، حطيت حبه صغيرين. ورحت برضو مفضياها هي كمان في كيس. وبدأت بقى ان انا احط الابيض وبعدين احط الشوكولاته. خططي بقى اعملي اي حاجه، ممكن تعمليها في صينيه بس بتطلع في الكوبايات احلى بكتير. بصراحه الاير فراير بتطلع طعمها مختلف جدا عن الفرن. وكمان الفانيليا النوع اللي انا وريته لكم ده في الاول، النوع ده حلو جدا،
حلو جدا في كيكات. هاتوه وخلوه اعملوا بيه كيكات بس. حلو قوي قوي. الازازه اللي هي الازاز مش البلاستيك. جربوه وهاتوه. هنحط بقى كوبايات كده، هنحط زي ربع كوبايه كده تحت، عشان طبعا لسه هنحط الشوكولاته. وبعدين بعد ما نحط بقى الشوكولاته هنوزع بخله، وهنحطها في الاير فراير على درجه حراره 160 نص ساعه. الاير فراير غير طبعا الفرن. الفرن بتدخل على 180 20 دقيقة بالظبط. دي بتتدخل على 30 دقيقة، يعني نص ساعة. تمام. وبتابعها برضو، يعني مش بسيبها 30 دقيقة كده، لا بتابعها. لو لقيتها خلصت قبل ال 30 دقيقة بروح مطلعوها. هتشوفوا كل حاجة معايا في الفيديو. لو انت عندك بقى الاير فراير استخدميها واعملي فيها كيكات حلوة جدا لولادك. انا بعمل فيها مكرونات وكيكات وبعمل فيها حاجات كتير جدا. في ناس كتير بسمع ان هم بيقولوا احنا جايبينها وزي قلتها عندنا. بالعكس والله بتعمل حاجات حلوة كتير ومنجزة كتير للوقت. وخصوصا لما تكوني بتشتغلي ولا تكوني مشغولة ايام الدراسة، دروس ونزول وطلوع، بتبقى حلوة جدا. ممكن تتبلي الأكل وتحطيه فيها. بس الأكل بيختلف بقى. أنا بقى لما باجي أعمل الأكل ما بستخدمهاش كده على طول، لا بجيب الورق الزبدة أو اللي هي الأطباق الزبدة وبحط فيها علشان أحافظ عليها. يعني أنا الحمد لله بقالها معايا سنتين محافظة عليها الحمد لله، ومشغلة معايا زي الفل. وهدخل بقى الكيك بتاعي كده على درجة حرارة 160. هي درجة الحرارة اللي بتحددها 30 دقيقة، وهتابع ال30 دقيقة دول. هظبط بقى التايم بتاعها. درجة الحرارة بتاعتها الكيك 160 30 دقيقة بس. ما تعتمدوش على الدرجات بتاعتها، لأن ساعات الحاجة بتخلص بسرعة قبل الوقت. تمام. اهي بقى طلع بقى بسيبها لما تبرد خالص، علشان طبعا بتبقى لسه طرية. وبعد لما تبرد بقى بنطلعها من الكبات دي بقى، نحط عليها صوصات تاكلوها كده مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه. طعمها حلو جدا بجد. بجد حلوة جدا جدا. انا عملتها الصراحة في الفرن وعملتها في الاير فراير، اختلفت عن الطعم الصراحة، مش عارفة ليه بجد. وكانت هي نفس المكونات، بس الطعم اختلف بجد. بس برضو في الفرن كانت حلوة جدا برضو، ما كانتش وحشة. بس في الاير فراير بيطلعوها بشكل مختلف خالص، وكانت حلوة جدا. كانت طالعة في الفرن كيك عادي، دي طالعة زي كأنها، وكانت طرية كده. مش عارفة بصراحة، كانت طعمها حلو قوي، وتحسي ان انتي بتاكلي جاتوه مش بتاكلي كيك عادي يعني. كان طعمها حلو جدا. بصي عاملة ازاي وطرية جدا. ومن جوه تحسي ان الشوكولاتة اللي انا حطيتها، الصوص اللي هو الخليط التاني، تحسي ان هو سايح كده جوه. في الفرن ما كانش كده. بأمانة انا بقول لكم بأمانة، في الفرن ما كانش بالشكل ده. فخلاص بقى بقيت اعملها في الاير فراير على طول طالما هي متوفرة عندي. ان شاء الله اللي مش متوفرة عندها بإذن الله تجيبها. بصراحة حلوة جدا وبتنفع، وبتنفع في حاجات كتير ومنجزة زي ما قلت لكم. جربوا بقى الطريقة دي واعمليها ان شاء الله تنجح معاكي. لو عندك ميكرويف، لو عندك فرن عادي اعمليها وان شاء الله تنجح معاكي. هتبقى حلوة جدا. بقى اللي انا كنت عاملاها في الفرن زيها بالظبط ونفس الخطوات كلها. بس انا بقى كنت عامله صوص الشوكولاته في البيت. كنت عامله صوص الشوكولاته بالبن. كان طعمه حلو جدا. وحطيته عليها كانت برضو حلوه جدا وكان طعمها حلو. بس كانت مختلفه خالص خالص عن الاير فراير. انا بكلمكم بامانه وبصراحه، انا بقول كل حاجه بامانه في قناتي. كانت مختلفه تماما، بس كان طعمها خطير برضو. كانت طعمها حلو قوي، وكنت حاطه فيها قطع شوكولاته من جوه. دي قطع الشوكولاته اللي انا كنت حطاها. كنت حاطه فيها من جوه قطع شوكولاته. بس ما طلعتش زي الاير فراير خالص. كانت مختلفه جدا عن الاير فراير، بس كان طعمها حلو. وكانت طعمها جميل جدا بالصوص اللي انا عاملاه، صوص شوكولاته عادي زي ما بتعمليه، وحطيت عليه بس معلقه بن صغيره خلى الطعم اختلف. بس اظن انتوا شايفين شكلها مختلف عن الاير فراير. طالعه كيك عادي هنا في الاير فراير، ما كانتش طالعه زي الشكل ده. بس كانت حلوه برضو. ان شاء الله تجربوها وتعملوها. حبيت اوريكم الطريقتين في الاير فراير وفي البوتاجاز الفرن. فان شاء الله تعملوها وتجربوها، واللي تعملها وتجربها الف هنا عليها وعلى ولادها. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، وانتظروني في فيديوهات جديده سواء طبخ او جولات. السلام عليكم.